على الجزيري وقريبه من المنتخب السعودي. سريع جدا محمد امين يخرج كره ممتازه تتبدل ممكن على اليسار، انفراد تام، فرصه للجابر صعبه جدا وجول. والهدف الثاني، الهدف الثاني من سامي الجابر، الهدف الثاني من سامي الجابر في وقت قاتل جدا، في وقت الحديث عن اهداف الدقائق القاتله والاخيره. سامي الجابر ينطلق من وجه معاكس، محمد امين يبذل مجهود كبير، كره تخرج للجابر وسامي بخبرته يصبح اول لاعب عربي يسجل في 3 مونديالات متتاليه، يسجل الهدف الثاني في مرمى المنتخب التونسي ومرمى علي بن من السعوديه 1 تونس من كونتر اتاك من مرتده سريعه جدا. سامي الجابر يسجل ثاني الاهداف. شوط اول كنا رائعين، شوط ثاني كنا غايبين، وهذه هي كره القدم وطبيعه المباريات. اللقاء صعب يحسمه الان الجابر في الدقيقه 84 بهدف من كره مرتده كونتر اتاك سريع و2-1 للسعوديه. شوف الكره رجعت من الدفاع، محمد امين حاول الفاول التكتيكي لكن في 3-4 ينجح في التمرير، الكره ترجع وتتحول من اليمين تمشي اليسار، الجابر ينفرد، المنتخب التونسي في مرتده يضرب بالهدف الثاني من سامي الجابر في مرمى علي بومليجي. اذا هدفين لهدف، المنتخب السعودي يتقدم الان ويطلب صداره المجموعه.